كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف، ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الثمن. فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا متوكلات على الله، يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها، التي صرتن أولادها صانعات خير وغير خائفات خوفا البت. نحن رؤوسنا للصلاة ونقول يا رب يسوع المسيح، نحتاج يا رب أن نطيعك، نحتاج يا رب أن نكون خاضعين لك في كل أمور حياتنا. اجعلنا بروحك القدوس نفهم كلمتك، ضع فينا يا رب خشية وصياك المخبوطة لكل المجد. رسالة بطرس رسالة واسعة المفعول ضد الألم، حتى لو كنت متألم بعنف عندك في هذه الرسالة علاج لكل أنواع الألم. النهاردة هنتكلم عن سر السعادة الزوجية، سر السعادة في البيت. إيه اللي ممكن نعمله في الضغوط الأسرية البيتية؟ مفيش دواء للحياة زي رسالة بطرس الرسول الأولى وإصحاح 3 للسعادة الحقيقية إن كنا نبغي السعادة الحقيقية في البيت. عاوز أتأمل معاكم في بعض النقاط الحلوة اللي حطها هذا الصياد العظيم الرسول بطرس. الكتاب بيقول لكنه لم يتكلم أناس قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله قديسون مسوقين من روح القدس. هذا الصياد الماهر اللي استعمله الروح القدس بيحط قدامنا طريق السعادة في البيت، طريق السعادة في البيت. يبدأ الإصحاح بكلمة كذلكن، كلمة كذلكن، وفي عدد 7 برضه يقول كذلكم. كذلكن بيتكلم عن النساء، كذلكم بيتكلم عن مين؟ الرجال. رجع على ايه كذلكن؟ ليه بيبدأ الإصحاح بكذلكن؟ هل بيحطها تتابع انه بيتكلم مع الخدام في عدد 18 في الإصحاح اللي فات زي ما اتكلمنا مع بعض؟ بيقول ايها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، لكن كلمة كذلكن دي مرتبطة بالجزء اللي قبل كده على طول اللي بيقول فيه أن المسيح تاركا لنا مثالا. المثال هو المسيح اللي اتألم في الجسد، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. كلمة كذلك الرجوع لمثال، الرجوع لموقف مشابه. فكلمة كذلكن زي ما بيحط مثال المسيح للخدام، كذلكن على النساء أن يضعوا أمامهم أيضا السيد المسيح المتألم. يعني قصده إن من المستحيل إن النساء يخضعوا إلا لو حطوا قدام عينيهم المسيح، وفي ضوء المسيح هيعرفوا إن الخضوع للراجل مش عار، والخضوع للزوج مش صعب، إن الخضوع مش تقليل مكانة، إن الخضوع مش إهدار كرامة، إن الخضوع مش إهدار قيمة،
علشان كده كلمة كذلكن كلمة موحى بها من الله. حطي عينيك النهارده على المسيح وشوف الكلام اللي اتقال عنه في فيليبي. قال ايه في فيليبي بولس؟ فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع الذي لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته وأطاع حتى الموت، موت الصليب. بطرس بيحط قدامنا الخاضع الكامل. إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، بيقول الآب إن شئت، إن شئت، ولكن لتكن إرادتك، لتكن مشيئتك. في خضوع كامل لله، في خضوع كامل للآب. بيقول إن الخضوع مش إنك هتوطي راسك. بيقول لك النهارده إن الخضوع مش هتقللي من قيمتك أو تهدري مكانتك وكرامتك، لا بالعكس. أنت لما تبصي على المسيح لما أطاع وخضع هتقدري تشوفي إن الخضوع بالمفهوم المسيحي مش تقليل مكانة، لكن الخضوع رفعة مكانة. نشوف كمالة الآية بتاعت فيليبي. بعد ما خضع يسوع يقول الكتاب لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة. لكن بالنسبة للناس بعيد عن المسيح، بعيد عن الله، الخضوع أمر قاسي، الخضوع أمر صعب، الخضوع أمر مدمر، أمر مريض. لكن هاتوا نفس اتمتعت بالرب يسوع المسيح وتسمع كلمة كذلكن دي، يعني زي المسيح. هنا في الجزء من الرسالة بتاعت بطرس حط 3 حاجات للنساء، 3 وصايا للسيدات، وحط 3 لمين؟ في الجزء اللي بتاع الأسبوع اللي جاي حط 3 أجزاء لمين؟ للرجال، عشان تبقى الاسم اسم تعدي. ال3 حاجات دول لو موجودين هنا وموجودين هنا هم دول سر السعادة الحقيقية في البيت. بالنسبة للنساء فعدد 1 يقول كنا خاضعات لرجالكن. ها؟ الخضوع أول حاجة. تاني حاجة هنلاقيها في عدد 2 ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. تاني حاجة السيرة. تالت حاجة عدد 4 بل إنسان القلب الخافي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادي. 3 حاجات لكل ست: خضوع وسيرة وزينة. نقول تاني: خضوع، سيرة، وزينة. أعتقد إنه ال3 حاجات دول هم سر السعادة الحقيقية. لا أقصد بالسعادة المتعة، لا، لكن أقصد بالسعادة استقرار البيت، هدوء البيت، الرضا اللي بيبقى في البيت، ثبات البيت. لازم المرأة تتمتع ب3 أمور إلهية: خضوع وسيرة طاهرة وزينة. وما أحلى الزينة. الكتاب لم يقل لا تتزينوا، الكتاب ما قالش ما فيش زينة، لكن هنا حط الزينة ما أروعها. زينة تخلي البيت حلو، تجمل البيت وتعطر البيت وتفرح البيت وتملى البيت. لكن علشان ما اظلمش في 3 حاجات كمان على الرجاله يعملوها هتكلم فيها المره اللي جايه. لو الست عملت اللي عليها والراجل ما عملش اللي عليه البيت بيتقلب لايه؟ لجحيم. لو الراجل عمل ال3 اللي عليه والست ما عملتش ال3 اللي عليها اتقلب البيت لجحيم. لو ده ودي ما عملوش ال3 اللي عليهم البيت حصل له ايه؟ خرب. الخضوع نمرة 1. نقطة الخضوع دي ممكن نتكلم فيها عمر بحاله. الخضوع لا يمكن أنا أعلم حد إزاي يخضع. لا يمكن تعلم واحد الخضوع. كل ما تعلمه الخضوع يزداد إيه؟ عناد. عناد ونبرادة في البيت.
دي مين اللي بيعملها؟ حته اللي بيعلم الخضوع. اللي بيعلم الخضوع هو الله، زي المحبه الاخويه. لما يقول لهم لا حاجه لي ان اكتب اليكم لانكم متعلمون من مين؟ مني؟ متعلمون من الله. لو قعدنا نعلم ما حدش يقدر يعلم المحبه. حد يقدر يعلم واحد يحب ازاي؟ استحاله. كمان الخضوع محتاجه المحبه والخضوع، محتاجه ان الله هو اللي يعلم، لان دي ما حدش يقدر يعملها نظريا، لكن لازم تتعمل في محضر الله امام الصليب، امام المسيح. قلبي يوطي، الفكر يتغير، فليكن فيكم الفكر اللي في مين؟ في المسيح يسوع. ان الخضوع مش تقليل مكانه لكن اكرام الله. وهنا اشوف ان الخضوع 3 امور عشان اعرف يعني خضوع. الخضوع دي وصيه الهيه احبائي، ومن يكسر الخضوع يكسر ايه يا جماعه؟ يكسر وصيه الهيه. لما يقول كذلكن ايتها النساء كن خاضعات، يبقى دي ايه؟ وصيه. الخضوع وسيله الهيه لربح النفوس، حتى وان كان البعض يقول ايه؟ لا يطيعون الكلمه يربحون بسيره النساء بدون كلمه. اكبر مثل للايه اللي قالها بطرس دي مين؟ سانت ريتا، متجوزه شراني. ده سمعها وهي بتصلي ورا الباب، افتكرها بتكلم مع حد، دخل اداها علقه. وهي تعمل ايه الست الغلبانه؟ تستحمل. سيره سيره. عكس جوزي خاين، اوكي هخونه، ما ينفعش ما ينفعش. جوزي خاين هخونه، ما ينفعش. كده دخلنا في سكه تانيه خالص. سانت ريتا استحملت جوزها بكل قسوته، جوزها بكل سكره وعربته، واستحملت مين كمان يا جماعه؟ استحملت ولادها، ولدين استحملتهم، قدرت تربح جوزها لمين؟ للمسيح بدون كلمه. ما جاتش فتحت الكتاب المقدس لعيالها، ما فتحتش الكتاب المقدس لجوزها، بس بايه؟ بسيرتها. الخضوع نمره 1 وصيه احبائي. الخضوع وسيله الهيه نمره 2 دي لربح النفوس. من خلال خدمتي بشوف ستات كتيره بتشتكي، انا مش قادره اخضع لانه مش بتعجبني آراءه، مش بتعجبني قراراته، مش بتعجبني شخصيته. كان معايا من فترة كبيرة واحدة داخلة على جواز ومش مستحملة البني آدم اللي هتتجوزه. قلت لها اختاري شخص تقدري تخضعي، حد بحسب مشيئة الله، لأن هناك في الزواج سيكون هناك عهد، ومن سيشهد على هذا العهد ومن سيربط هذا العهد هو مين؟ الله. إذن على النساء الخضوع للزوج حتى لو كان الزوج بعيد عن الله. ده اللي بيقوله الكتاب، يربحون بسيرتهن بدون كلمة. النساء بتربح جوازها بدون كلمة، مش الست تفضل توعظ في جوزها لكن بسيرتها. تخيل واحد داخل جوه مراته تقول له الراجل داخل تعبان، المسيح قال كده، المسيح قال مش عارف ايه، المسيح مش ايه، المسيح خرب البيت. لكن بهدوء، بالمثل
اللي قدامنا كمان مثلا القديسة ريتا ممكن تربح. اللي يربح النفوس مش الكلمة المنطوقة، اللي بيربح النفوس يا جماعة الكلمة المعاشة أكتر. يعني يقول لك إيه؟ فلان بيوعظ، ممكن كل الناس توعظ، بس تطلع بره كده يقول لك إيه؟ لا بس بص ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، يعني بلا وعظ بلا قرف، صح ولا غلط؟ لكن لما يكون الكلمة المعاشة، الكلمة المعاشة ده موضوع تاني، ده موضوع تاني مختلف كل الاختلاف، مختلف كل الاختلاف. في مرة القديس فرانسيس الأسيسي بيقول لمجموعة من الرهبان اللي عنده تعالوا ننزل نوعظ. قعد لف بيهم المدينة، لف بيهم المدينة، وفي الآخر رجعهم على الدير. قالوا له يا ابونا احنا ما وعظناش. قال لهم لا احنا وعظنا. السيرة، السيرة، الكلمة المعاشة، صوت الإنجيل المعاش أعلى وأقوى وأعظم من صوت الإنجيل اللي بنقوله. لو عايزين نربح ناس لازم الناس تشوف سيرتنا احنا ايه، مش وعظنا احنا فقط. تعيشوا كما يحق لإنجيل مين؟ الكتاب بيقول إنجيل المسيح. أول حاجة أحبائي يجب أن نكون خاضعين. تاني حاجة السيرة، مش الفكرة مش نكره بنحطه سيرتنا. ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. ملاحظين يعني ايه؟ مدققين، في الترجمة بتيجي مدققين سيرتكن، بيراقبوا. ما أقوى سلاح السيرة على القلوب، صدقوني. عشان كده لما واحد عايز يتوب، لما واحد عايز يبقى مسيحي، نقول له اقرا كتير، اقرا كتير غير الكتاب المقدس، اقرا سير القديسين. اقرا ايه؟ سير القديسين. في رسالة بطرس كلمة سيرة دي بتتكرر كتير. في الإصحاح الأول في عدد 15 بيقولوا كونوا أنتم أيضا قديسين في كل إيه؟ سيرة. سيرة يعني قصة حياة، أسلوب حياة، ملاحظين أسلوب حياتكم. ممكن في الكنيسة يكون لي أسلوب، وفي البيت لي أسلوب تاني، وفي الشغل لي أسلوب تالت، في الشارع عندي أسلوب رابع. يعني ممكن يكون عندي 4 أساليب للحياة. علشان كده في إصحاح 1 وعدد 15 بيقول في كل سيرة. ممكن يكون عندي سيرة واحدة كويسة و3 أنا مغطي عليهم ربنا ما يقولها لي. ممكن. لكن أعمق سيرة، أطول سيرة، أوضح سيرة هي السيرة البيتية الأسرية. الأسرية. الله يرحمه سيدنا أنطاكي لما كان واحد يجي يقول له أنا عايز أبقى كاهن وأنا متزوج، كان يروح يتصل بيهم مثلا أنا جاي بعد الظهر، أنا جاي أتعشى عندكم دلوقتي، ويروح رايح على فين؟ على البيت عشان يشوف الحياة ماشية إيه؟ إزاي؟ ملاحظين بيقول الكتاب المقدس سيرتكن الطاهرة بخوف. الخوف ده عائد على مين؟ عائد على الأزواج ولا الزوج؟ مين هيخاف من التاني؟ اتقابلت مع واحدة ست في يوم من الأيام كانت مصممة عندها تفسير جميل قوي للآية دي. بتقول لي أنا لما أكون عايشة في سيرة طاهرة جوزي هيخاف مني. هيخاف منك ليه؟ ده ربنا يديله الجزمة لو عمل فيا حاجة. فده هي دي بخوف. لا هي مش عايدة على كده خالص. ربنا لا بيدي بالجزمة وربنا ما بيديش بالشراليط. الكلام ده قلت لي بس بص أنا مظبوطة، أنا على الإنجيل ماشية، ربنا يسخطه لو عمل فيا حاجة. يعني شوفوا بيفكروا إزاي؟ تفكير طبعا عجيب ده، بس ده مش موجود. كلمة بخوف مش راجع على الأزواج، راجع على الله. الله بخوف الله، بهيبة الله، مش باستعلاء أبدا. زي ما يوسف لما خافوا منه إخواته
لا ينتقم. قال لهم ايه؟ لا تخافوا انا خائف. خايف مين يا يوسف؟ الله. ما تخافوش انا خائف الله. الانسان اللي يخاف ربنا ما يخوفش، واللي لا يخاف الله هو ده البني ادم اللي يخوف. يبقى اول حاجه لازم يكون عندي انا كست في البيت عندي خضوع وعندي سيره طاهره. تاني حاجه الزينه. لا تكن يقول زينتكن الزينه الخارجيه من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل انسان القلب الخفي في العديمه الفساد زينه الروح الوديع الهادي. واحد واعظ صاحبي قال لي ان هذا الصياد الفقير ده مين؟ بطرس من 2000 سنه عرف ال3 محلات اللي الستات بيحبوا يروحوها. ايه ال3 محلات دول؟ الكوافير والسايخ ومحلات اللبس. شوفوا بيتكلم ازاي؟ لا تكن زينتكن الزينه الخارجيه من ضفر الشعر كوافير، والتحلي بالذهب السايخ، ولبس الثياب محلات الملابس. مش هو ده اللي يسعد قلبك، مش ده اللي هيسعد بيتك. الزينة المفروض يكون ليها تأثير على أعماقك أكتر من تأثير في الخارج. المثل الشعبي يقول إيه؟ لبس البوصة تبقى إيه؟ لبس البوصة تبقى عروسة. زينة اللي بيتكلم عنها بطرس زينة مش خارجية، زينة داخلية. القلب الفرحان يقول الكتاب المقدس يجعل الوجه طلقا. ده كلام الكتاب، ده كلام الكتاب. لكن الإنسان السماوي في زينة اسمها إنسان القلب الخفي. كيف أزين خفايا قلبي؟ مش زينة القشرة الخارجية الجسد الفاني. الكتاب بيقول الحسن غش والجمال ايه؟ باطل. مرة واحد صاحبي بيقول لي يا أخي مراتي دي أنا كنت واخدها جسمها كان سامبل قوي كده في منظرها، شوف بقت قاعدة جنبي عاملة زي البرميل دلوقتي. اتجوز برميل يا أليكس دلوقتي. يعني الست بتتغير من بره وكمان الراجل بيتغير من بره. لكن لما تبقى زينة النهارده من جوه، لما تبقى زينة من جوه غير لما تبقى زينة دوكو قشرة كل يوم لازم يحطوا دوكو. لكن هذا القديس العظيم عاوز يقول ان في زينة عميقة عديمة الفناء لا تزول لا تشيخ، جمال من نوع آخر تدركه العين البصيرة، جمال روحي. قد ايه بتعجبني كلمات الرب للفريسيين في متى 23: أيها الفريسي الأعمى نقي الأول داخل الكأس والصفحة فتكون خارجهما نقيا أيضا. هذه الزينة اللي قال عنها المسيح: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا إيه؟ راحة لنفوسكم، راحة لنفوسكم. زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله يقول كثير السامع. هذه الزينة ليست زينة للنساء فقط بل للرجال أيضا. كل مؤمن لازم يزين نفسه. أما ثمر الروح فيقول الكتاب المقدس فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ده أحلى عقد الواحد يلبسه، أحلى عقد يلبسه الذي هو قدام الله كثير الثمن. سيكولوجيا، عارفين يعني ايه سيكولوجيا؟ ايه؟ نفسيا. المرأة لا تتزين لنفسها، تتزين لغيرها. يصعب عليها قوي لو الناس اللي حواليها ما بيفهموش. يا سلام لو واحدة قالت لك حلو الخاتم النفسية يا ده انت تعرف ثمنه كام؟ لو انت وانت رازعه سعر خفز بيه الارض تتضايق قوي، تتضايق. لازم انا اعرف ناس يقول لك لا 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 ده ماركه، ده سنيان، ده مش عارف ايه، ده مش عارف ايه، كلام مش. ودي جايه منين؟ لكن الصياد الماهر بتاعنا كان عارف ان الزينه
مش هي ضفر شعر، مش هي ضفر شعر. الزينة زينة الروح الايه؟ الوديع الهادي. لما الكتاب المقدس يقول أنتم رائحة المسيح، مش احنا كولونيا دي تتحط ولا ايه؟ أنتم رائحة المسيح الزكية، ده كلام الكتاب. لكن الناس ما بتفهمش، مش قادرة تفهم. يعني أنا مش قادر، أنا بخش الكنيسة في أوقات ألاقي واحدة في الغالب حاطة علبة البودرة كلها بجد. يعني هي لو اديتها ستيكر بعد كده يبقى فل يعني. دي بودرة من هنا يخرب بيت كده، يخرب بيت كده. و4 كيلو روج مش عارف بتاكل الصباع. زينة زينة. مش هو ده اللي عايزه المسيح النهارده. هو عايز زينة. أقول لكم على حاجة حلوة، صدقوني أنا في يوم من الأيام كنت شغال في المزيكا، وفي ناس لما يشوفوا صور زمان بتاعت أصحابي يقولوا لي أنت إزاي وصلت لكده؟ مش ده شكلك كده لما يقابلوني. بس تخيلوا أنا سعيد بشكل قوي، فرحان بشكل قوي، مستمتع بشكل جدا. منين القناعات دي بتيجي؟ أقول لكم على حاجة، عشان ربنا يتمجد في حياتك لازم يكون في الزينة دي موجودة. لازم الزينة الروحية دي تكون موجودة. العطر، البارفان بتاع يسوع، أنتم رائحة المسيح. العذراء حتى البارفان بتاع المسيح. إيه؟ مش لحد دلوقتي، مش لحد دلوقتي مين فينا لا يكرم العذراء مريم؟ أنتم رائحة. القديسة تريزا الشابة الصغيرة الأمورة ماتت عندها كام سنة؟ 24 سنة. لحد النهارده سيرتها فايحة. سانت ريتا، قديس يوسف صاحب البيت، كل قديس، سانت أنطوان، قديس فرانسيس، بابا كرولوس، مار شارلي، كلهم دول زينات باقية، زينات ثابتة ثابتة. يعني أنا من الحاجات اللي بتضايقني أجي أقابل حد ألاقي الروج بتاعه نطع على إيه؟ على إيدي. ولا أنا بدي لقمة البركة لحد يقوم ناطع بايس على إيدي فيقوم حاطط روج. بتعبني. عكنانة فعلا، بيبقى يوم سخابة مش طايق نفسي. أفضل أدور على وايبس بقى وبتاع وهمسح فين وأعمل إيه وأتنيل إيه. ناس معتمدة على زينة خارجية، لكن الزينة الداخلية تهيألي إنه يعني أنا المرحومة خالتي جوزها كان بيعملها أول يوم زي آخر يوم في حياته. الزينة زينة اللي جوه يا جماعة، الزينة مش زينة اللي بره. وبعدين يجي يقول 5 صفات حلوة بنصلي لأجل كل نفس، لأجل كل زوج وزوجة، كلها آخرتها آت. النساء القديسات متوكلات خاضعات صانعات خير غير خائفات. يا سلام لما يكون هناك زوجة بهذه الأمور، قديسات متوكلات خاضعات صانعات خير غير خائفات خوفا من البرد. يقول الكتاب إيه؟ فإنه هكذا كانت قديما. أكتر شيء تكرهه الست الموضة القديمة، وهذا الصياد عايز يرجعنا لإيه؟ للموضة القديمة. لو انتوا بتتفرجوا على الموض اللي طالعه هتلاقوا ان في موضة في الثلاثينات رجعت تاني، في البدل، في القمصان، في التسريحات بتاعت الشعر. موضة القديمة عايز يرجعنا لقديم القديس بطرس الصياد بقوة الروح. بيقول لهم هقول لكم على موضة قديمة. في هذه الأيام انتوا عايشين في الموضة الجديدة، البيوت العصرية، البيوت تعبت، الأحزان دخلت فيها زادت، الألم زاد،
الاكتئاب زاد، الطلاق زاد، التفكك والانهيار في الاسر زاد. نتيجه ايه؟ ما بنرجعش لادله. خدوا بالكم انا مش سلفي، يعني انا مش ضد الميك اب، بس ميك اب مش وش تاني جديد بيتركب على وش اللي محطوط. سبحان الله، كنت من فتره موجود في مكان في نادي الشمس، فجماعه اصحابنا وبتاع، ايه يا ابونا ما خدتش بالك؟ قلت لها خير مالك؟ ما خدتش بالك من ايه؟ يعني ما قلتليش رايك. يا بنت انا قلت لك رايي في ايه؟ مش فاهم. فقعدت ابص، قلت لها كنت قصدك على البلوزه ولا البنطلون ولا في ساعه جديده في ايدك باين، في خاتم. يو ايه يا ابونا؟ يعني خلاص انت مش شايف؟ يا بنتي ما انا شايفه، بس يعني انا شايف شويه ان بقك مبعكر. قالت لي ايه؟ قلت لها حاسس ان في حاجه في تركيبه وشك مش حلوه. انت عملت ايه بقك يا بنتي؟ عملت العمليات اللي هي النفخ الدين، وصلحت مش عارف المناخير كان فيها بتاع كده. ربنا يقول وخلقنا الانسان ايه؟ شبهنا زينا. يجي الانسان مش عاجباه خلقه مين؟ خلقه ربنا. لا، خلقه ربنا مش عاجباني، فانا هبتدي اعدل. هبتدي ايه؟ اعدل. كل المواد الجديده عايز اقول لكم بطرس عايز يرجعنا لقديمه تاني. ارجع لاصلك، ارجع لجواك. عايز اقول بطرس بيقول ايه؟ مع الاناء النسائي كالاضعف. يعني ايه؟ يعني ايه؟ عايز اقول لنا كمان في الرساله دي ان الراجل ضعيف والست ايه؟ اضعف من مين؟ اضعف من الراجل. ما تتكليش على جوزك قوي فهو ضعيف مثلك، لان الرجل ضعيف والمراه اضعف. لا تتوكلي حتى على رجلك، لانه ممكن يخون. التوكل على مين؟ بيبقى التوكل بيبقى على الرب، على الرب. يقول الكتاب صانعات خير. الست صانعات خير. المرأة الفاضلة في سفر الأمثال 31 8 مرات في هذا الجزء بيحط مواصفات الجمال الإلهي في المرأة. 8 مرات بيتكلم عن ايه؟ ايديها تعمل بيدين ايه؟ راضيتين، صانعات خير. يعني مدح اول مره اللي بتشتغل بايدين راضيه. في عصر الايام دي ايه اللي بيدخلونا العصر ده؟ العصر اللي فيه تذمر، انين، ضجر، كآبه، كثرت اسباب السعاده وقلت السعاده في البيوت، كترت دواعي الشكر وقل الشكر، كترت دواعي الراحه وقلت الراحه. للاسف الشديد، للاسف الشديد، حتى لما الشباب عايزين يروحوا ينقوا عروسه بينقوا ايه؟ بينقوا ايه؟ واحد بكلمه من مده عايز واحده صاروخه. تبقى ايه صاروخ؟ ايه صاروخ؟ ما دلوقتي كل ممكن اي ست تبقى صاروخ، مفيش اي مشكله. الشعر اسود اديله اصفر، مفيش مشكله. اللانسز جت ممكن تبقى عندك زرقاء وحمراء وخضراء وبنفسجي وكل حاجه. بقها واسع شويه تروح تضيقه، مناخيرها معوجه تروح تلزقها في قفاها. كل ده موجود دلوقتي. كل ده عمليه واحده تخلص لك الليله دي كلها. يا شاب اللي راح تتجوز النهارده، هنا بيقول لك قديسات، متوكلات، خاضعات، صانعات خير. دي مواصفات زوجتك النهارده. دي المواصفات اللي حاططها ليك الرب النهارده. الشباب بيجروا ورا ايه؟ واحده فرعه شويه وشعرها اصفر مثلا، اوبا هي دي. كان ليا صاحب اقصر مني قد كده وعمال يحبني في واحده قد كده. طب هتشوفها ازاي؟ اكلم لكم ازاي؟ انا في اكليل اتعذبت فيه مره، مايكل مسار وانا بجوزه مراته، مايكل كده
تاني بقى الراجل هو الأقصر والست هي الطويلة. يعني يقول لك بس فرقت ايه يا ابني؟ فرقت ايه؟ هتعمل بيها ايه؟ شوفوا الشباب بيفكر ازاي النهارده. يا اما يقول لك بص انا ما يهمنيش تكون معاها في السعي، يقول لك معاها طين مطينه. انا سمعت اللفظ ده باللفظ، واحد يقول انا عايز اتجوز واحده مطينه. قلت لك مطينه يعني ايه؟ يعني عندها ارض. الناس بتفكر يا في فلوس يا في جمال يا في، بس ما بتفكرش ناخد واحده قديسه، واحده متوكله على الله، واحده خاضعه، واحده صانعه خير، غير خائفات. يقول الكتاب عنه خوفا الماده. اللي كتب الكلام ده صياد مش استاذ طب نفسي. الخوف معدي احبائي، عارفين كده؟ لما هنا يقول النساء غير خائفات الماده، مش عايده على ربنا، مش ما يخافوش ربنا، ما يخافوش من الدنيا واللي فيها، لان الخوف شيء معدي. عشان كده الكتاب يقول اما خوفهم فلا تخافوا. يقول الكتاب برضه عن الخوف له عذاب. الخوف والاكتئاب ده شيء معدي. انا مره كنت قاعد مع واحد بيقول لي كان قبل الثوره الكلام ده، مش عارف بعد الثوره قعدت معاه هيعمل في ايه؟ الدولار غالي قوي. قلت له العيش بيكش وسعره بيزيد. قلت له عشان تاخد عيش لازم تقف الافران. قلت له كل حاجه زادت، انزل اجيب السوق ده زاد. قلت له البلد دي ما تتعش. قلت له وحياه ربنا البلد دي ما تنفعش اصلا حد يعيش كده. انا اتهديت. الخوف طبعا. فهنا بيقول للراجل انك لما تيجي تلاقي واحده غير خائفات خوفا الماده، واحده ما بتخافش. في اسباب للخوف، ايوه في اسباب للخوف، لكن الرب بيقول ايه؟ الرب الناس بتقول ايه؟ المفروض تقول زي داود النبي، الست التقيه تقول الرب نوري وخلاص ممن اخاف، الرب عاضد حياتي ممن ايه؟ ممن اجزع. لما يجي جوزك النهارده يتكلم عن ضغوط الحياه، هل بتزيد ضغوط ورعب ولا بالراحه؟ دي المواصفات اللي الرب عايزها. عايز خضوع، وعايز سيره، وعايز زينه، وعايز صانعات خير، وعايز غير خائفات ايه؟ البتة. موجودين نقول للرب شكرا. طب لو مش موجودين نعمل ايه؟ نقول يا رب النهارده ادينا النعمه دي لينا. امين. ونتقابل يوم السبت الجاي في الحلقه 11 نشوف الرجاله قال لهم ايه.